مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى هذه الإطلالة المتجددة عبر نافذة السادسة. ضيفي وضيفكم في هذه الإطلالة هو الكابتن محمد عبد العظيم الشهير بعظيمة، نجم من نجوم كرة القدم المصرية، نجم الأهلي والمنتخب المصري سابقا، وحاليا هو المدرب العام لفريق الأهلي الأول لكرة القدم. أهلا بك معنا كابتن عظيم. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك. يعني بالتأكيد الأهلي خلال الجولات الثلاث الأولى له كان يعني فاز الأهلي في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري المصري في نسختها الحالية، ولكن بشق الأنفس، وجاءت الجولة الرابعة بخسارة له أمام مصر المقاصة. يعني ما هو السبب من وجهة نظرك في الضعف التهديفي على الرغم من التخمة في النجوم في خط الهجوم بالنسبة لفريق الأهلي؟ احنا عايزين لو رجعنا لثلاث أسابيع لورا وبالذات في مباراة السوبر، كأس السوبر، الحمد لله اللي احنا فزنا بيها. ما قبلها وما بعدها اللاعبين اتعاملوا مع ثلاث مدربين. طبعا قبلها على طول مباشرة كان الكابتن فتحي مبروك، وأثناء البطولة كان الكابتن زيزو، ومؤخرا طبعا معنا مستر باسيرو. فأنا عايز أقول ولكن في الفترة الانتقالية كابتن عبد العزيز عبد الشافي لم تستمر أسبوعا. لا بالعكس، ده بيفرق كتير جدا. الناحيه الفكريه لما تيجي تنقلها للاعبين واللاعبين بتستوعبها او بتستقبل هذه الفكره بتبقى صعبه جدا. فاللي انا عايز اقوله ان الفتره دي كان بالنسبه للاعبين صعبه، يعني فتره كانت صعبه جدا، انما هم بصراحه تاقلموا مع الثلاث مدربين في اقل من اسبوعين، ودي انا شايف ان هي حاجه ايجابيه جدا جدا. وده ان دل فيدل على احترافيه اللاعبين ورغبتهم نحو يعني رغبتهم نحو الفوز بالبطولات مرة ثانية واستعادة البطولات للنادي الأهلي مرة ثانية. ولكن السؤال، هل تأقلم اللاعبون مع بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق؟ أنا شايف إن هم تأقلموا بنسبة كبيرة، إنما برضه مش بنسبة 100%، لأن طبعا زي ما حضرتك عارف إن إحنا بيسيرو مسك على طول بعد مباراة السوبر وقبل انطلاق الدوري بفترة قليلة جدا. وطبعا كنا المفروض كنا نلعب مباراة بعد 4 أيام من توليه المهمة. فبصراحه اشتغل كويس جدا مع اللاعبين، واللاعبين تقبلوا كل حاجه وكسبنا اول مباراه، كانت مباراه الجيش. اي نعم كانت المباراه كانت صعبه، انما الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها. وكنا برضو انا شايف ان احنا كنا مسيطرين على المباراه اللي بعدها غزل المحله برضو كسبناها، كان برضو مستوانا الفني كان اعلى برضو شويه من المباراه اللي قبلها. بتروجيت كان برضو لبعض الظروف ان طبعا كان الملعب تقيل شويه وسفر وبرضه مضغوطين، اللاعبين عايزين يكسبوا برضه عايزين يكسبوا، فكسبنا بشكل الانف زي ما حضرتك قلت في اخر دقيقه، مع ان في الثلاث مباريات او الاربع مباريات السيطره اهلاويه. السيطره اهلاويه، حتى مباراه المقصه اللي احنا يعني ما فزناش فيها كنا برضه مسيطرين. ولو جبنا جول او هدف، احرزنا هدف في الشوط الاول، كانت جون انطوي او كانت برضه مؤمن زكريا راح بواحده، كانت الامور اتغيرت كتير جدا. بس هي زي ما قلت لحضرتك، هي هنقول ايه، بعض الضغوط النفسيه اللي هي ممكن تكون غير ايجابيه بالنسبه للاعبين. الضغوط النفسيه على مين؟ على اللاعبين؟ لا مش توتر نفسي، يعني هو دلوقتي زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو مضغوط نفسيا انه عايز يكسب. فطبعا يعني دي الفتره دي، وبعدين الفتره وجيزه زي ما قلت لحضرتك قبل كده. فالفتره اللي احنا ما بعد ان شاء الله التوقف هنبدا نشتغل على الامور دي كلها النفسيه والفنيه بالنسبه للاعبين، بحيث ان احنا برضو نكون في ارتياحيه شويه. هل من الممكن ان نقول ان هناك حاله من الاستعجال بالنسبه للاعبين في التهديف؟ هل هناك حاله من الاصرار على اثبات الوجود امام المدير الفني الجديد للفريق، وبالتالي يعني لا توجد اهداف بالشكل كل العوامل اللي حضرتك اتكلمت عليها دلوقتي كلها من الاسباب الرئيسيه، مثلا في ضياع الاهداف في المباراتين اللي فاتوا دول، او اخر مباراه بالذات يعني. لان احنا طبعا في المباراتين اللي قبل كده ضيعنا اهداف، انما في الاخر كسبنا الحمد لله وطلعنا ب3 نقاط. المباراه المقاصه ضيعنا اهداف ولم نفز للاسف يعني. فدي كل الامور النفسيه اللي بتكلم حضرتك عليها، استعجال، عايز يثبت وجوده، الامور دي كلها يعني طبعا تبقى امور نفسيه بالنسبه للاعبين. لم تجب على سؤالي كابتن عظيمه بالنسبه لي بيسيرو. هل تعرف على اللاعبين بشكل جيد؟ هل حدث التأقلم مع اللاعبين؟ تأقلم معاهم بس مش بنسبة 100%، يعني وصل لمرحلة كويسة من الأقلمة يعني. إنما أنا شايف إن الفترة اللي جاية دي الأسبوعين اللي جايين إن شاء الله، أو لا نخليها 45 اليوم اللي جايين دول، هيبدأ يعني برضو تبقى فرصة ليه إن هو يدرس اللاعبين كويس جدا وإمكانيات اللاعبين جدا جدا.
هو الفترة اللي فاتت طبعا كان محصور لأن زي ما قلنا في الأول إن هو كان جاي متأخر أو جاي ما فيش وقت، كان محصور بتشكيل اللي هو مباراة السوبر، وكان التغيير فيه على أضيق الحدود، يعني علشان هو ده الصح اللي هو عامله بصراحة، يعني ما يجيش يعني بيعمل ريسك أو بيعمل مغامرة أو بيغامر مع أي حد هو ما يعرفوش. إنما الفترة دي احنا بقى لنا 3 أسابيع شغالين دلوقتي معاه، الراجل بيتعرف على الناس أكتر وأكتر، هيدي فرصة للناس كلها. عندنا لاعبين ازاي كويسين جدا، بيتعرف على الناس يا كابتن؟ يعني أثناء التدريب طبعا، وبعدين بيعمل مقابلات شخصية معاهم. حضرتك بتساعده في ده؟ احنا بنساعده، في الكابتن برضو كابتن سيد عبد الحفيظ بيساعده، الكابتن طارق سليمان برضو بيساعده بالنسبه لحراس المرمى. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان بنعمل له يعني بنعرفه على اكبر قدر من المعرفه بالنسبه للاعبين، وده ان شاء الله رب العالمين. هل يجلس مع اللاعبين؟ طبعا اكيد، لا هو شخصيه فعلا شخصيه ملتزمه جدا، واحنا متفائلين بيه. بغض النظر عن ال3 ماتشات او ال4 ماتشات اللي احنا لعبناهم دول المستوى ما كانش جيد، انما الفتره اللي جايه هتبقى فيها ارتياحيه. بدا بيقعد مع اللاعبين بيديهم ثقه بالنفس، بيتكلم مع في برضه لعيبه يعني كويسين جدا عندنا برضه زي الشيخ، برضه لسه احمد الشيخ طبعا، في حمدي زكي برضه موجود معانا لعيب كويس جدا، في عندنا برضه شريف حازم برضه شغال كويس، الناس دي كلها شغاله كويس، في حسين برضه، في محمد هاني، الناس دي كلها لعيبه كويسه جدا. هل مستمر شريف حازم معاكم خلال الفترة القادمة أم سيرحل عن النادي نتيجة لعدم وجود مكان شاغر له يعني؟ لا بالعكس، احنا محتاجين كل اللاعبين في الفتره اللي جايه، الموسم طويل جدا، وانا شايف ان اللعيبه كلها يعني بتتمرن فعلا باخلاص وبجد، وكله متقبل اذا كان بيلعب او ما بيلعبش، متقبل الوضع بتاعه، ودي هي سمه من سمات لعيبه النادي الاهلي. ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك، ان احنا بنتمرن بهدوء. الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين مستر باسيرو يتعرف على اللاعبين اكتر واكتر، هيبقى في فرصه فتره اعداد كويسه، وخصوصا ان في لعيبه كتير جدا عندنا قعدوا فتره كبيره جدا ما خدوش راحه، فدي هتبقى فرصه ليهم ان هو يستريح، ونبدا نعد اوراقنا او يعني نعيد حساباتنا، ونبدا نرتب اوراقنا، وان شاء الله رب العالمين نبدا بعد التوقف في مباراه سموحه ان شاء الله ب3 نقاط ان شاء الله رب العالمين. كابتن عظيمة، في أعقاب الخسارة أمام مصر المقاصة كانت هناك بعض الأخبار عن أن بيسيرو في أعقاب المباراة وفي غرف خلع الملابس قال للاعبين بأن هناك عقوبات صارمة لمن يتراخى أو يتخاذل خلال الفترة القادمة وسيتم تطبيقها على الجميع. لا خالص، يعني انا مستغرب من الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. لا هو طبعا هو راجل مثقف جدا. ايه اللي حصل طيب؟ هو طبعا دخل بعد لا عادي جدا، قال له هارد لك وسلم على اللاعبين، وقعدنا وهدينا، وبعدين راح المؤتمر الصحفي، وبعدين احنا خلاص يعني مشينا. طبعا اللعيبه طبعا كانت زعلانه وكانت باينه على وشهم، وطبعا زعلان، كلنا زعلانين طبعا لضياع ال3 نقاط، انما ما قالش الكلام ده خالص. لا بالعكس، الراجل سلم على الناس وقال لهم هارد لك يا رجاله، ودي مباراة يعني، وإن شاء الله المباريات الجاية كتير هنكسبها إن شاء الله رب العالمين. أثناء حديثنا مع بعضنا البعض قبل التسجيل ذكرت لي بأن بعد فترة التوقف، في أعقاب فترة التوقف بالنسبة لمسابقة الدوري المصري والعودة من التوقف، سيكون هناك شكل جديد للنادي الأهلي يرضي جماهيره ويكون بشكل أقوى. ما هو الخلل الذي ستعالجونه خلال هذه الفترة لظهور الأهلي بشكل جديد؟ في أمور كتير جدا فنية طبعا تحسن في الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني على سبيل المثال يعني في مثلا يعني كان في بعض الميس باص أو عدم الاستحواذ، فقدان الكرة سريعا يعني بدون اي ضغوط، دي اكيد طبعا الفتره اللي جايه. التشكيل ذات نفسه، اللاعبين من الناحيه البدنيه اكيد الامور كلها هتتغير، يعني انا بتكلم هيبقى في شكل جديد من جميع النواحي البدنيه والفنيه والنفسيه اكيد طبعا الفتره اللي جايه. كابتن محمد عبد العظيم الشهير بعظيمه، المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، في نهايه هذا اللقاء اشكرك شكرا جزيلا. انا متشكرين جدا وشرفتونا والله. شكرا جزيلا كابتن محمد. كما اتوجه اليكم اعزائي المشاهدين بالشكر على طيب المتابعه، حتى لقاءات اخرى تقبلوا مني اطيب التحايا والى اللقاء. فاز فيلادلفيا إيجلز على دالاس كاوبويز ب 33 نقطة مقابل 27 في مباراة امتدت لوقت إضافي.